ازاي تعمل لنفسك بورتفوليو قوي من غير ولا عميل؟ لو انت مصمم جرافيك ولسه ما اشتغلتش مع اي عميل، طبيعي انك تسأل هعمل بورتفوليو منين وانا ما اشتغلتش مع عميل حقيقي. حقيقة انت مش محتاج لعميل فعليا، اللي انت هتحتاجه شوية ذكاء منك بس. اولا يا سيدي، حدد التخصص اللي البورتفوليو عايزه يميل ليه او عاوز العميل يشوفه اول ما يدخل البورتفوليو بتاعك. مثلا لو هتشتغل على تصميمات سوشيال ميديا، ركز عليها بشكل قوي. ولو بتحب البراندنج او هتشتغل في البراندنج، ركز على الشعارات والهويات البصريه. 2. اعمل مشاريع وهميه. اختار براند كبير واشتغل عليه. اعمل له تصميمات سوشيال ميديا بس باحترافيه. اختار نشاطات وهميه زي مثلا كافيه او عياده او صيدليه، وابدا صمم لهم كانهم عملاء حقيقيين. المهم التصميم يكون احترافي، يكون بجودة الشغل اللي انت هتسلمه لأي عميل حقيقي. 3. اعرض مشروعك صح، ودي من أهم النقاط. واللي أهم من التصميم نفسه هو ازاي بتعرضه. يعني يا سيدي مثلا اعمل لكل براند صفحة لوحده، اسم البراند، الفكرة، ليه اخترت الألوان دي، وهكذا. وحاول تعرض شغلك على بيهانس أو بشكل PDF أو شكل حلو، كأنك بتعرض قصة مش مجرد تصميم أو مجرد صورة. وفي النهاية بص يا سيدي، عملاء كتير بيهتموا ازاي بتفكر اكتر من انك اشتغلت مع مين. لو عاوز نعمل فيديو عن افكار بورتفوليو وهمية بس بشكل احترافي، اكتب لي في التعليقات، انا جاهز ابدأ، وسيب لايك. السلام عليكم.